السلام عليكم. النهارده هنعمله معانا مع بعض المحشي. هنعمله محشي كرنب يا جماعه. ده السليق بتاعه، هوريكم السليق بتاعه لان بيفرق السليق من الورق الابيض من الورق الاخضر. الورق الاخضر بيتحمل السخونيه والميه شويه، ده ما بيتحملش قوي. بصوا ما بيتحملش قوي، يا دوب بنحطه في الميه كده اول ما يطرى بنيجي مطلعينه على طول اهو. بصوا كده استوى. بص الورقه بتاعته ايه سخن جدا. بص سواء بيبقى خفيف شويه بتستوي بسرعه. هنوريكم مره تانية اهو. الورق الابيض ده بيفرق معانا شويه من الورق الاخضر. الاخضر بيتحمل السليق حبه لكن ده لا. بصوا اول ما بيغطس في الميه ما بندوس عليه قوي عشان ما يتكسرش يا دوب. هو بيطرى معايا اول ما انا بضغط بالراحه، اي ما ينزل مع تحت المقصوصه كده، كل ما ينزل اضغط اكتر، لكن ما بضغطش عليه في اول ما احطه لانه بيبقى ناشف. اول ما احطه بيبقى حبه ناشف، الورق ناشف شويه ممكن يتكسر اهو. بصوا بياخدش سليق خلاص، هو استوى على كده، استوى كده خلاص. احنا بنشوف السليق بس بتاعه عشان في ناس بتحطه بيستوي منها جامد وطلعه مستوي. بصوا هتحسوا هو ناشف بس هو مش ناشف، هو حلو كده عشان ما يتهلاش منه كده اقطع كمان مره. بصوا انا ما ينفعش ان انا احط كده واروح اضغط عليه كده، لو ضغطت هيتكسر لان هو يعتبر ايه ناشف شويه. بص هيتكسر ازاي اهي، فرق على طول. هي مع البخار هي هتطرى لوحدها وتنزل في الميه السخنه. بصوا لما نيجي نفرعوها احنا بنفضل نشيل القلب كله وهي بتطلع واحده واحده. يعني انا لما اجي اطلع الكرنبه ما اقعدش اطلع واحده كده واسحبها لان الكرنب لسه ناشف شويه، اليم دي بيبقى ناشف فممكن تتكسر من هنا. فانا بفكهم كلهم كده، بفكهم كلهم. عندي ما بتفكوا كلهم، عندي ما بتفكوا كلهم بتطلع. بص بتطلع كلها ازاي. انا لازم افك الجناب كلها. ده الموضوع ده بعمله من اول الكرنبه ما ببدا انضفها اهو. اول ما ببدا اطلع الكرنبه من بعضها بعملها كده، لانك انت لما بتفك الجناب كلها هي بتفك معاكي بالطريقه دي بنفس الشكل. بص ثابت ازاي من غير ولا تتكسر ولا حاجه. هخلص سليق وارجع لكم تاني. لكم تاني دي التسبيكه يا جماعه. انا بحب اسبك الصلصه، هو في ناس بتعملها نيه، انا بحب اسبكها عشان وهي متسبكه بتبقى احلى طبعا. دي الخضره انا حاطه فيها معلقتين سكر، وحاطه ملح وتوابل وكمون وواحده ماجي، حاجات كتيره جدا يعني اللي عندك كله. في ناس بتحب تحط النعناع. هرجع لكم تاني بعد شويه يا ياسر. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني، هنوريكم طريقه التقطيع. احنا بناخد بنطبقها وناخد دي كده اهي اهي عشان الورقه صغيره شويه، دي الورقه اللي بتبقى في القلب اهي. بنعملها كده، ناخد الراس دي كده وبنطبقها كده، بنيجي عاملينها كده. وقت ما بنيجي نحشو بقى يا جماعه بنفردها ونشوفها الحجم بتاعها قد ايه. يعني دي تعمل ورقتين مثلا، دي تعمل 2. ممكن نجيب واحده كبيره شويه من تحت برضه، هو كرنب صغير اساسا اهو. ده انجاز للتقطيع بدل ما نقعد نعمل ورقه ورقه. بتحددي الصبع قد ايه معاكي وبتيجي عاملين كده وترصيه بطريقه حلوه عشان لما تيجي تاخدي بتسحبي منه ما يتبهدلش، تعرفي راسك من رجلك بدل ما تبقى ايه الدنيا متكركبه اهو. انا كده عملت اهو اهو، وبترصي بطريقه حلوه كده اجي اسحب منه ما يبقاش مضايقني في اي حاجه. هنكملوا تقطيع ونرجع لكم تاني ان شاء الله. نعمل واحده تانية اهي اهي. بصوا
انا عملت كده عشان اشيل العصايه. العصايه هشيلها كده اهي. بصوا اصبحت ازاي. يلا اهي مره تانية. هرجع لكم تاني بعد شويه. بصوا يا جماعه، رجعنا لكم تاني بعد ما حضرت الحاجه كده. انا كنت مسبكه الصلصه عادي ومضربه في الخلاط عادي، وبعد ما سبكتها وضفت الرز عليها انا كنت مقطعه طماطم زي كده عشان بحطها بين المحشي، فخدت حبه منهم اهو. خدت حبه عشان بتبان في الصباح شكلها حلو. ستوب. يلا سوا. ده الجزر ده هنحطه في قعر الحله. احنا طبعا هنعمل حله كبيره تانية، بس هنعمله دي في الاول كده. نحطها على النار. هنعمله جزر في الاول كده على الحله. اللي عايز يحط جزر، اللي عايز يحط ورق كرنب، اي حاجه اللي بيعجبكم حطوه. ستوب. بس ستوب. عارفه ليه؟ ليه؟ اقول لك. هنبدا نحشي دلوقتي. اوريكم الصبع. انا اوريكم التقطيع، اوريكم دلوقتي. بص الحله ايه بعد ما رصيت فيها الجزر؟ ده الصبع اهوت. انا بمسكه كده وبحدد انا عايزه صبع قد ايه. عايزه قد كده مثلا اهو. انا بحدد انا عايزه الصبع قد ايه وبحدده. هنحشيه. طريقه الحشو بنحاول نجيب قفا الورقه نفسها، يعني بتبقى احلى طبعا. قصدها ظهر الورقه مش القفا. عشان تبقى ناعمه. كفايه نستحمله القفا. القفا متحمل. بص اهو بعد ما اتحشى بقى شكله حلو. القفا بيتحمل ياما يعني، فبلاش عليه المحشي اهو. هي صغيره كده بتيجي وبتبقى شكلها حلو كمان. هي بتتقفل في السوا اهي. كمان دي صغيره هنعملها 2 بس. وعلى فكره يا ناس تقول لكم ان احنا معانا الكوسه والفلفل معانا كوسة كوبي وفلفل. اهو زي ما انتم شايفين. وبرضه على الوش هي بتحط ما بين الطبقات شويه طماطم كده. يعني بعمل مثلا طبقتين، مش كل طبق، طبقتين وحبه حبه طماطم. عشان الطماطم بتدي لها شكل حلو. بتديله طعم كمان. بتخلي الصبع شكله احمر، لونه احمر مع شويه بهارات على الطماطم دي برضه. هنعملها 2 عشان ما تبقاش كبيره قوي. وبرضه ما تنسوش ان شاء الله نعمله النهارده صباعين كفته كده مع المحشي، عشان حتى ايه العيال تقدر تبلع مثلا. خلينا صراحه يعني مش كتير، يعني هي ربع لحمه مفرومه. بصوا يا جماعه، هو كده الحشي بتاعه اهو. هنعمل كمان صباعين. انا عايزه اوريكم بس الورقه ده الورق ده انتوا شفتوني انا بقصها في الاول في اول الفيديو. اوريكم انا بقطعها كده حسب ما انا عايزاها. مثلا انا مش بحبه كبير، انا بحبه صغير. بحب الصباع كده، يعني العيال بيحبوه كده. انا بحبه صغير، مش بحب الصباع كبير قوي اهو. ايه رايك تكملي وبعد كده نرجع لهم تاني؟ اعمل الصباع ده بس. يا بص التقطيع اللي بتقطعه كده مظبوط جدا على قد الصباع بالظبط. وبعدين التسبيكه وشويه الطماطم بيكتروا معانا الرز شويه يعني. على فكره الطماطم المتقطعه جوه عشان المحشي كده بتديله شكل حلو قوي قوي. وبتزوده كمان. بتشوفوها جوه السوا. بتشوفوها جوه السوا بتدي للصبع لون حلو. هخلص وارجع لكم تاني. ودي الكوسه ايه؟ الكوسه اوريكم ان الكوسه مش بنملاها قوي عشان خاطر السوا. انا مش بملى الكوسه قوي، هي كده بتبقى حلوه قوي كده. عشان لما بيستوى طبعا بتتمال عشان لا تتكب ولا حاجه. بص اهي مش مليانه قوي يا جماعه اهي. سواء هي كده مليتها كوسه حلوه وفلفل كمان. ممكن اعملها بايدي عادي عشان اتحكم فيها اكتر. عشان اتحكم اكتر في ملو الصبع اهو. بس اضغطي عليه كويس عشان لو فضيت من جوه الرز مش هينزل جوه. لو فضيت هتفضل فاضيه لحد ما تستوي. فانت لازم تدوسي كويس جدا ان الرز يدخل جوه. لازم ادخل الرز جوه
في الكوسه كلها، اتاكد ان هو دخل فيها كلها. لكن من بره هو لما بيستوى ما بينزلش لتحت، حاجه غريبه فعلا، بيطلع لفوق. يعني ممكن يملاها لحد هنا ويتكب، لكن ما بينزلش هنا. ايه السبب؟ مش عارفه خدي بصراحة. فلفل، خدي فلفل. اللي يعرف السبب يبقى يقول لي. والله ده والله بجد دورت في الصبع لقيته بيعمل كده، ان لو فاضي من تحت الرز ما بيروحش تحت، بس بيتكب. اه خدي حبيت الفلفل بس كمان اهو. اوريكم اهو. هنكمله ان شاء بس الله. برضه الفلفل برضه مش مليان قوي. وما تقولوش بقى ان احنا نوقفه في الحله كده، هو ما بيتكبش من يعني مش هو مش ميه انا ما هيتكب. سمعتش بيها دي خالص، هو اللي لا بيعملوا اصل كده في ناس تقول لك لازم نوقف المحشي كده في الحله عشان المحشي، عشان مفتوح عشان قوي، المحشي ولا عشان الرز؟ عشان الرز. اعملي فهو طريقتك اللي انت شايفاها كويسه الحوار مش وقوليها كده، للناس انت بقى. تسيبيه في الحله نايم عادي زي ما هو. بترصي راس. رجعت لكم بعد ما خلصت انا كده، انا عملت الحلتين اهو. دي طبعا دي انا حاطه فيها جزر من تحت، دي مش هحط فيها جزر، دي انا حاطه تحت ايه ورق الكرنب العادي، هحط الجزر ورق فوق. كرنب علشان ما يتحرقش الكرنب مننا. عشان ما يتحرقش هحط جزر فوق، احط لها فوق على الوش بس، مش هحط تحت. يعني نحط هنا، ممكن نحط هنا ممكن نحط هنا عادي، ده بيتحط وده بيتحط. انا هحط على الوش جزر بس. بيبقى طعمه جميل جدا على فكره. دي انا هحط لها طماطم كده تحت الاول. الطماطم دي لما انا بحطها ليه؟ لما بتستوى بتديها شكل حلو وطعم. دي صلصه فاضت من المحشي، مش عايزاها في حاجه. ومش بس كده، انا ممكن كمان انا اللي بحوشها عشان احطها هنا. ولما اجي اولع على ده هاخد الميه، مقدار الميه واحطه هنا، هوريه لكم لما اجي اولع عليه. كملي كده خلاص. خلاص انا كده خلصت، راح اولع عليه واوريه لكم وانا بحطه على النار. بس دي عشان بحطه شوربه بس. ايه بصوا يا جماعه، انا رجعت عشان احط لها الشوربه. هنحط لها حبه زيت. الزيت ده لسببين: اول سبب ان بيخلي شكل الصبع بيلمع كده وشكله حلو، تاني سبب ان لما بتيجي ترج الحله كده عشان تقلبيها بتتقلب معاكي بسهوله. فهنحط لها حبه زيت كده. الزيت ده بيحطه على الوش بينزل معاها لحد الاخر. فهنحط لها حبه كده وهنحط دي كمان. بالنسبه للشوربه بقى، المقدار، اقول المقدار بتاع الشوربه. انا مش هحط شوربه ياما. الشوربه المفروض ما تبقاش ياما عشان خاطر المهم ان وهو بيستوي البخار يكون مكتوم عليه جامد، يكتم البخار عليه جامد. لو الغطا مش متغطي كويس ممكن تطلعي. على فكره احنا كان عندنا شوربه، كان عندك كان عندنا كنا جايبين فراخ طبعا، كان اول الشهر. تمام. بص مش فالشوربه اللي ياما. اتبقت ديت طبعا هي ايه بتشيلها علشان ان هي تستعملها مثلا في اي اكل تاني. وهي مقطعه عليها خضره برضو وكده يعني. شوربه ياما، يعني الشوربه ما تبقاش مغطيها فوق، الشوربه تبقى تحت المحشي. الشوربه مش باينه خالص، تحت الرق كله. ونتابعوها بعد كده. يعني بص لما تعمليه كده هتحسي بيها موجوده اهي، بس مش ياما. مش ياما. ودي برضه دي ما بتاخدش شوربه ياما خالص. هنحط في النص كده عشان ما نعملش الطماطم، ما ننزلش الطماطم اللي عليها. بس هي دي بتاخد لها حوالي مغرفتين 3 بس. وعاملين كمان جنبيها مش باينين قوي. باينه اهي. وهنا شيلين المعلقه دي بعدنا جبنا حته لحم مفرومه يعني، واخده بالك ازاي، وضفنا عليها اللي هي البصل المبشور والتوابل بتاعتها. وقلنا مثلا ايه، بدل ما تبقى ايه مثلا محشي كده بس، يبقى ايه كل واحد برضو يطلع ليه ايه صباعين ايه كفته ايه حاجه بقى ايه ندبروها يعني. عشان دي بعد اللي هي شوربه الفراخ اللي انا قلت لكم عليها اللي هي كانت بقت عندنا. تمام. وزي ما انتم شايفين الصينيه اهي اهي. هي شوربه بس انا حاطه فيها انا مقطع وبرده مقطعين الخضار كبير. عم تحتها خضار عشان يعني العيال ياكلوه مع الاكل ان شاء الله. زي ما قلت لكم يا جماعه، ودبروا حالنا يعني ان شاء الله. الشوربه ما تبقاش كتير. شايفين الشوربه بعيد ازاي؟ بعيد اهي تحت. تمام تحت كده. يعني ممكن تكون تحت رق واتنين لتحت. تمام. علشان خاطر ما يبقاش الصبع مستوي قوي. ده المحشي ده بالنسبه للمحشي. فيها تحس انه بيدوب معاكي. ده نسبه وفي نفس الوقت الرزايه منطوره كده. ده بالنسبه للمحشي بالظبط كده. اهم شيء الغطا يتكتم كويس. لو الغطا مش مقفول هتوريهم كويس
اهو قدامكم. وانت بتحطي الشوربه بقى ما تحطيهاش كده عشان ما تنزليش الصلصه اللي انت حطاها، حطي من الحرف كده اي حرف او في النص عشان مثلا. الصلصه تفضل محتفظه زي ما هي. ومعانا دلوقتي اهي الصينيه برضو دي جنبينا، هنسوي الاكل ان شاء الله ونرجع لكم وارجع تاني لكم ان شاء الله. تاني واوريكم. بصوا احنا هنحط الطبق ده هنحطه كده مقلوب. ليه؟ عشان يكتم البخار كله، وبعدين احط الغطا فوقيه، وفوق الغطا احط فوطه عشان كده يستوي كويس ويحتفظ بالبخار كله، مش لازم البخار يسرب خالص. ماشي خلاص كده. احنا كده حطينا طبق، هنحط غطا تاني كده، هنحط غطا اصغر شويه من الغطاء عشان اعرف احط عليه فوطه. الفوطه بتبقى كده، خلي بالك بس ما توصلش للنار، بتبقى كده، واول ما يدخل في الغليه هتوطي عليه. مش في الغاليه لما نخش السوا في السوا ان شاء شويه الله يعني، نوطوا عليه بقى ما شويه. تخليش النار قويه قوي عليه. دي كده على عشان في الأول نكتمه، لحد ما يغلي. عشان نكتمه بالظبط دي كده عشان تكتم البخار وتحتفظ بيه كله، كل البخار تحتفظ بيه. ماشي تمام كده هعمل بقى. دي زي ايه يا جماعه، بعد ما اتعملت وطلعت نزلت اهي من على النار لسه سخنه اهي مولعه، بس شكلها حلو قوي ما حطيناش شوربه وطعمها كتير. تحفه. وما حطيتلهاش شوربه تاني بعد اللي حطيته ما غطيناش قدامكم. الوش يعني. ما حطيتش ولا نقطه شوربه تاني غير اللي حطيته، هو اللي حطيته كويس قوي. ما بتغطيهاش بالشوربه، ما بتغطيهاش بالشوربه يا جماعه، الشوربه تبقى تحت عشان يا دوب تبقى مستويه. الشوكه دخلت فيها ازاي؟ بس اتقطعت اهي الشوكه لانه سهل جدا. زي الفول انا قطعت كده عشان تعرفوا ان هو ده الرز. بصوا جوه سليم ازاي، الرز مش مش معجن ولا الرز نفس الطعم. نغرفه ان شاء الله ونرجع له. خلاص كده رجعنا بعد ما غرفنا المحشي. بصوا يا جماعه احنا عملنا الطبق دوت. طبعا احنا سوينا المحشي، قولي كده، سوينا المحشي والجزر من فوق. وطبعا احنا لما جينا قلبنا والكوسه بنفس الطريقه اهي اهو. انا كنت حاطه الجزر تحت في الحله، والتانية ما كنتش حاطه لها جزر، فقلبت اللي فوق الجزر عشان الجزر يجي من فوق. فهمتوا؟ ايه انا الحله اللي قلت لكم زي ما قلت لكم ان انا برش عليها زيت عشان لما احب اقلبها تتقلب معايا بسهوله. انا قلبتها كده يعني تخبطوا عليها من الظهر كده وهي مكفيه فوق الطبق، وبتيجوا رافعين الحله بتيجي رافعه معاكم على طول. ودي الكفته اللي عملها اسماعيل. ده الكوسه الكوسه شايفين اهي مستويه طلعيها ازاي؟ كده. شايفين اهي بس مستويه ازاي؟ اهي الكوسه مستويه جدا. بصوا كمان مره، بس سهله ازاي في القطع. جميله الرز جواه جدا. حلو ازاي؟ الرز اهو. بس كده. انا قلت يا جماعه ان الرز ما بيتمسكش ببعضه لان انا مش حاطه شوربه ياما اهو. كنا عايزين نقول لكم اتفضلوا معانا بصراحه. ودي اللي اتكلم عليها انت. الكفته اللي عملها اسماعيل. الكفته دي بالخضار على فكره، بصل وجزر وطماطم وكوسه اهي، حاجه تساعد مع الاكل برضو النهارده. تمام. بص المحشي وادي المحشي اهو. بص الصبع ده الطريقه ديت على فكره اللي هي عملتها بالطريقه الجميله دي. الصبح سهله ومتشال في الشوكه عادي، ومن جوه الرز دايب، وانا وريته لكم من شويه علشان هو يعني مستوي بميه قليله جدا. بصوا شوربه انا عاملاه بشوربه، بس شوربه قليله خالص جميله يعني مش الحمد كتيره. لله. حوالي ممكن يكون الحله على بعضها تكون خدت كوبايتين واقل من كوبايتين كمان. تمام 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 تمام. وتفضلوا معانا يلا. يلا قولوا لهم بقى اتفضلوا. ده كده، ده الطبق ده اهو اهو، ده المحشي برصيته يعني. ودي الكوسه. بصوا يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه دلوقتي. مثلا ممكن الكوسه اللي هي الصغيره شويه تكون ايه اغلى مثلا،
فما فيهاش حاجه لما نجيب الكوسه مثلا ونقسمها اتنين زي ما هي ايه. على فكره المدام انا قاسمه عامله. كل صبع اتنين أهو. كل صبع انا قاسماه اتنين. بتقسميه قبل ما تشيل الام عشان وانت بتقوري ما يتخرمش منك. ونرجعوا لها تاني ونقول هي كوسه بصوا يعني. كل صبع. ايوه عايزك تفهميهم بصوا. كده يعني. اسماء اهي دي وش الكوسه من قدام. بس ايوه بس كده يلا بينا. هنا بقى زي ما انتم شايفين اهو هنساعدوها برضو النهارده عشان برضو يعني البر ولا الحرمان زي ما بيقولوا. الحمد لله رب العالمين. وتفضلوا معانا بقى. باي. يلا اسلام عايز شويه حطوا لايكات لايك ببابا عشان الطبخة دي تستاهل لايك. لماما. يا ماما. صح، ماما هي العمادة. ده اسلام هو اللي طالب المحشي والله.